يا سيسي يا ابن مليكة، النهاردة 26/7 يوم الأربعاء. تمام. حابب أقول لك أنا واحد من ضمن المصريين. أنا لا هدفع ضرايب على مخزني، ولا هدفع تأمينات، ولا هدفع مية، ولا هدفع نور، ولا هدفع أي حاجة تخص الدولة. وعافية ذوق حاجتي شغالة، والمرافق بتاعتي شغالة. تمام. والمصريين كلهم المفروض يعملوا كده. دافعوا عن حقكم بقى. تمام. من الأزعة ده، عشان الأزعة ده جه بالأجندة بتاعته وبيخربها. احنا لازم نرجع تاني. لا، احنا نرجع تاني بقى رجالة زي ما كنا. ولا نسيتوا اللي ماتوا؟ لو انتوا نسيتوا اللي ماتوا، في ناس كتير قوي ما نسيوش. انا في عندي 97% على الفيديو اللي شاله محمود السيسي، 97% ايجابي، 3% بس هم اللي رقصين ولا رقصات، مش اكتر. ودي حاجة كانت جميلة جدا لما قلت نقف في الشارع، نقف بس قدام بيوتنا ما نعملش حاجة. الراجل ده سبب في العري اللي موجود في الشارع. الراجل ده سبب في الخراب البيوت. الراجل ده سبب في أكبر نسبة طلاق حصلت في مصر. الراجل ده سبب في يتم ناس كتير. الراجل ده سبب في حبس ناس كتير. الراجل ده جه علشان المصريين يتكسروا جوه مصر وبره مصر. الراجل ده ما يستحقش ان هو يكون رئيسنا بمعنى اصح، او يمسك مصر، او يقعد على كرسي الرئاسة المصري. الراجل ده كل حاجة بيقولها وعكسها. الراجل ده كل حاجة منافق بمعنى كلمة منافق. الراجل ده جاي يحط عليكم. الراجل ده حط عليكم كمان بما فيه الكفاية. الراجل ده باع أرضنا. تمام. اللي كانوا عايزين عشان يدخلوها لازم دمنا احنا، دلوقتي بقوا يدفعوا ويخشوا. تمام. مش هتكلم بقى على نور ولا على ميه ولا مش هتكلم على حاجه. اللي عايز يدفع دي حاجه تخصه. انا واحد من الناس، انا مش هدفع اي حاجه تخص الدوله. اي حاجه تخص الدوله انا مش هدفعها. ويا ريت كتير من المصريين يعملوا كده، ونقف مع بعض وايدينا في ايدين بعض، وما نخافش. مفيش مصري حر بيخاف. مفيش مصري حر بيخاف. ايامك قربت يا ابن مليكة. سلام للمصريين. باختصار، عصيان مدني. هذا هو الكلام. عصيان مدني. لأن هذا الحكومة وهذا الشخص يستحق هذا العصيان المدني. دعوا كل شيء يقع. اليوم هذه الحكومة بمؤسساتها اليوم كلها، ما الذي تفعله لكم؟ الذي تفعله لكم أن تزيد من معاناة الشعب المصري. إذن لندع كل شيء يتوقف. ولا نرى هذا الأرعن حيستطيع أن يستمر بهذه العملية؟ يستطيع أن يستمر بهذا الغي والسخافات مالت اليوم محتاجين بالفعل وقفة من الشعب المصري كله، حقيقة من كل الشعوب. لأن اليوم السيسي وأمثال السيسي في كل مكان. ولكن مصر والعراق لو خرج واحد من هذه البلدين ستكون بداية خروج كل البلاد. ما عندنا شيء نخسره. لا يوجد شيء نخسره نهائيا. لا ندفع أي شيء، مثل ما قال الأخ. لا نتصرف نترك هذه الحكومة وكل المؤسسات ندعها تسقط. عصيان مدني. هذه هي الحقيقة. اليوم محتاج الشعب المصري يخرج كله بهذا الشكل، ويتصرف بهذا الشكل من أجل أنه نوقف هذه المهزلة السخيفة. في نفس الوقت الأرض المصرية مو أرض السيسي ولا أرض حكومة السيسي، مثل بقية البلاد. هؤلاء مجرد حشرات.
هؤلاء ليسوا أصحاب أرض من أجل أن يبيعوا الأرض. السيسي هو شخص بآخر اليوم منتخب، ما عنده حق أن يبيع الأرض. الأرض أرض المصريين اليوم، وأرض المصريين لا أحد يمد يده عليها، ما حدش يمد يده. هذا الكلام المصري الأصيل الحقيقي اللي هدم خط برديف واللي قهر دولة بني صهيون القذرة. أتمنى أن الجميع يسمع لهذا الشخص.